عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم جبت لكم عجينة أو صلصال للأولاد يلعبوا بها، لأنه راهم في عطلة ونحاولوا أنه نخرجوا مهاراتهم في التشكيل بالعجين. عندي هنا ملعقة عصير ليمون، عندي كأس ماء، عندي كأس فارينة، عندي نص كأس ملح، وعندي 2 ملاعق زيت وملونات غذائية، يعني باش نتفاداو يعني تكون صحية أكثر. كما راكم تشوفوا هنايا المكونات بسيطة بمقدار يعني واحد، يعني كاس واحد عبرت به كلش. كما راكم تشوفوا هنايا راح نضيف كأس الفارينة، نزيد له الماء اللي هو كأس ماء من الحنفية، ملعقة عصير ليمون، هنايا نصف كاس ملح عفوا، بلا ما ننسى ملعقتين من الزيت. صدقوني العجينة هذه هايلة، ما تيبش تبقى لهم يعني مدة يلعبوا بها، فقط راح نوري لكم يعني طريقة الاحتفاظ بها باش تبقى لهم يعني مدة طويلة. هنا نخلطوا المكونات كامل بارد في بارد، كما راكم تشوفوا نحطوها على النار مع الخلط المستمر، النار تكون هادية حتى نتحصل على عجين. لما تشوفوها يعني بدات تنضم لكم ثم تكون العجينة تاعنا جاهزة. كما راكم تشوفوا هنا نحاول اني نلمدها يعني كامل بهذا الشكل، تحصلوا على هذه القوام بهذا الشكل. هنا بعد ما تشكلت معايا راح نخليها تبرد. شوفوا يعني النتيجة تعطيكم عجينة رائعة طرية وتجي يعني تتشكل بسهولة. راح نخليها تبرد ونقسمها يعني على 3 ونلونها الالوان اللي حبيت. كما راكم تشوفوا هنا عندي الازرق، راح نلونها ايضا باللون الاصفر والاحمر. صدقوني العجينة هذه سهلة، تخدموها يعني في الدقائق ويعني يلعبوا بها، يورونا نكتشفوا مهاراتهم في التشكيل بالعجين. كما نعرفوا لما نكونوا يعني نطبخوا الاولاد يكونوا يحوسوا على العجين. هاي لك النتيجة جات يعني ما شاء الله طرية، وكل ما تبقى يعني حتبقى على حالها ما تيبس ولا تخسر معاهم. انا درت لهم 3 الوان كما راكم تشوفوا، ونخلوهم يلعبوا ويبتكروا لنا يعني مهاراتهم ويورونا واش يقدروا يخدموا بالعجين. انا يعني خليتهم صراحه خليتهم يلعبوا. كما راكم تشوفوا هنا الابن تاعي راه يعني بدا يشكل فيها. صدقوني اللون تاعها شباب، وايضا القوام تاع العجين رائع. نحاولوا مره على مره نخلوا اولادنا يعني يلعبوا ينحوا يعني على خاطرهم، بما انهم راهم في عطله. بهذا الشكل العجين رائع، كل الالوان يعني نفس الشكل، نفس يعني القوام. هنا كما راكم تشوفوا حطيتهم يعني حطيت لهم طاوله وخليتهم يلعبوا. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، حبيت نتقاسمه معكم لانه كما تعرفوا الاولاد يحبوا يلعبوا ويحبوا يعني باه يتخلصوا من الطاقه السلبيه. سلام.